أجا فصل الربيع وبلشت أعراض الحساسية تظهر عند الأشخاص اللي يعانوا من حساسية موسمية أو ما يسمى بحساسية الربيع، أو باللغة الطبية حساسية القش أو حمى القش. طبعا هاي سببها نمو الأزهار، أزهار الثمار والأزهار تبع الفواكه أو الحمضيات أو الأزهار العادية، وتطاير غبار الطلع، تطاير الغبار من الأعشاب أو ما إلى ذلك. هذا كله يؤدي إلى يعني ظهور أعراض تحسس عند الأشخاص اللي يتحسسون من هاي الأمور. طبعا يا جماعة هاي تتعالج بطريقتين. في شيء اسمه العلاجات الآنية أو المخففة الأعراض، مثل حبوب مضادات الحساسية، استتريزين، أو أي حبوب تحتوي على مواد الأنتي هيستامين، تأخذ حبة يوميا مساء، أو بخاخات حاوية على الكورتيزونات اللطيفة تؤدي إلى إزالة أعراض التحسس أيضا من الأنف ومن الجهاز التنفسي. طبعا مع الوقاية، يعني بده يطلع على مزرعة أو على حقل أو على حديقة وعنده هاي الحساسية، خاصة إذا الجو كان جاف، لابد أنه يلبس كمامة أفضل حتى يخفف هاي الأعراض عليه. طبعا الناس تسألني عن إبر الحساسية الموسمية. يا جماعة هي عبارة عن نوعين: نوع يحتوي على مواد مضادة للحساسية، تحتوي على مواد مضادة للتحسسات تبع القش أو غبار الطلع أو ما إلى ذلك. هاي تعطى بالمشفى تحت إشراف طبي، وتعطى بكورس وجرعات على مدى بين 3 ل 4 سنوات. تبدأ بجرعة كل أسبوع، ثم كل أسبوعين، ثم كل شهر، ثم كل شهرين، على مدى 3 و4 سنوات، لإزالة الحساسية الموسمية الناتجة عن مثل ما قلنا غبار الطلع أو نمو الحشائش والأزهار نهائيا من الجسم. وهناك إبر الحساسية الحاوية على الكورتيزون، تعطى كل شهرين أو كل 6 شهور إبرة. هي طبعا تؤدي إلى نتائج جيدة بتخفيف الحساسية، ما لها أعراض جانبية سيئة مثل ما الناس تعتقد عن الكورتيزونات، خفيفة ولطيفة. هاي ممكن تؤخذ من الصيدلية مباشرة. تمام، وعليكم العافية.